عليكم، اسعد الله صباحكم بكل خير. شوفوا وش كتب ناصر، يقول بغيت اطلق زوجتي والسبب حبوب منع حمل. بالبدايه طبعا انا اقول الله يلوم اللي يلومهم الاثنين، لانه حبوب منع الحمل هي اللي تغير من تصرفات الزوجه عن طريق تغيير النظام الهرموني بالنسبه عندها او التاثير على النظام الهرموني بالنسبه عندها. والرجال ما راح يتحمل. علشان كذا واحد من الاشياء اللي انا أرجعها لنسب الطلاق المرتفعة للمسببات هو عدم فهم الرجل للنظام الهرموني عند المرأة، وتسيب المرأة في تناول أشياء تؤثر على نظامها الهرموني، مثل عندك اللي هو الحبوب اللي توقف الدورة الشهرية إذا كانت بتروح عمرة أو تبي تصوم، وعندك برضو حبوب منع الحمل. هذه تأثر بالحالة النفسية. وترى كل الاثنين، يعني مثلا خلينا اضرب مثال، الفكر متى يكون الرجل فكره عصبي اجرامي او فكره انه ما همه لا مبالي، اذا مثلا ارتفعت عند الرجل مادة التحفيز اللي اسمها مادة الدوبامين، وانخفض عنده مادة السعادة اللي اسمها السيروتونين، يبدأ يصير اجريسيف عصبي، اي شيء يخليه عصبي. شوفوا بعد صلاة العصر برمضان، لأنه اللي هو يتصاحب مع انخفاض اللي هو السيروتونين ارتفاع كورتيزول. طبعا ليش ارتفع اللي هو هرمون الضغط النفسي هذا؟ لأنه أكله ملخبط قبل، مدمن على أشياء معينة ويبغى يدخلها، لأنه يبغى يرفع من مادة الإدمان هذه أو مادة التحفيز، مادة الدوبامين مرة ثانية، فيصير عنده اللخبطة هذه اللي تكون موجودة. هنا المرأة ليش تنحاس نفسيتها أثناء اللي ما تأخذ حبوب منع الحمل؟ هنا هذا هرمون الأنوثة اسمه هرمون الاستروجين، وهنا هرمون البروجسترون. متى تنزل الدورة الشهرية؟ هنا أثناء تقاطع الهرمونين مع بعض تنزل الدورة الشهرية. حبوب منع الحمل ما تخلي التقاطع يكون هنا، لا، ترفع من الاستروجين لين هنا، وترفع من البروجسترون من هنا من نفس مكانه إلى نقطة تقاطع فوق. هنا أنا كيف أعمل خدعة للدماغ بوجود حمل مسبق وأبغى الدورة الشهرية تنزل؟ ما لي لها طريقة هذه، إني أخلي نقطة التقاطع تكون فوق. هنا احتباس الاستروجين أو ارتفاعه بالطريقة هذه، تتوقع أنه بمر مرور الكرام لا يرتفع معاه اللي هو واحد من هرمونات الضغط اللي هو النفسي والجسدي اللي اسمه الأدرينالين، يصير عندك خفقان، يصير عندك، لأنه يصير في احتباس، ما في خروج له بشكل كامل بعد أداء عمله، لأنه الاستروجين وش اللي زاد فيه؟ زاد هالكمية، هذا الفراغ هذا كله كامل زاد استروجين صار عند المرأة. فإذا زاد الاستروجين يعمل على إعاقة خروج هرمون اللي هو الخوف أو الخفقان أو القلق اللي اسمه الأدرينالين. هذا اللي حاصل.